حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. الكولر اللي معانا النهاردة ده يعني عايز اقولك غريب جدا، والشركة بتاعته اغرب كمان. شكله الخارجي والتغليف بتاعه مميزين قوي. دي من اغرب واجمل الشركات اللي رجعت لها قطع بصراحة. الشركة دي متخصصة في صناعة الكولرز المائية والهوائية. بنلاحظ تصميماتها الغريبة والمميزة قوي زي ما انتوا شايفين. كمان الشركة بتعمل مراوح وسيرمال بيست وحلول تبريد متنوعة. معانا اي 600 برو من شركة الزاي. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. عملية التبريد الهوائي بشكل عام هي مش تبريد أصلا بالمعنى الحرفي، بدون الدخول في تفاصيل معقدة، لكنها باختصار عملية تشتيت للحرارة، ومن هنا جه اسم المشتت. احنا بناخد الحرارة ونوزعها على أنابيب وقطع ألمونيوم ونحاس وحاجات كتيرة كده، لغاية لما الحرارة تبقى مش فاهمة تروح فين، وبالتالي كثافتها هتقل وسط كل الدوشة دي. هوبا المراوح تستلمها وتعمل شفط وتهوية، وبالتالي أنا وزعت كثافة وضغط الحرارة وشديته من المعالج لجسم الكولر نفسه، واستفردت بيه مع الأنابيب والمراوح وكل الحاجات دي. عشان كده سؤال انهي كولر احسن، المائي ولا الهوائي، الاجابة بتاعته ان مفيش افضلية مطلقة لاي نوع تبريد فيهم. الافضلية بتبقى معتمدة على جودة المراوح وسرعتها، وعلى انابيب النحاس والقطع الالومنيوم في المشتت نفسه. باختصار ان العناصر المكونة للكولر جودتها تبقى عالية، بالاضافة طبعا لنوع المعجون الحراري لانه بيشكل حلقة وصل مهمة جدا بين الكولر والمعالج نفسه. الكولر اللي معانا موديل اي 600 برو من شركة الزاي، متوفر بلونين الابيض والاسود، وهنجرب النهاردة اللون الاسود. الكرتونة خاماتها قوية جدا، بتيجي باللون السيلفر في اسود عليها اسم المنتج وبعض المعلومات، وبتتفتح من فوق بشكل مميز كده. جواها بنلاقي الكولر متأمن كويس قوي جوه فوم من كل الاجناب. اول ما بنفتح كده بنلاقي كذا علبة صغيرة للبراكتس والمسامير والمروحة وملحقات التركيب كلها. جسم المشتت من الألمنيوم عالي الجودة، بيجي باللون السيلفر العادي خالص. تقسيمة الفنز مميزة ومعمولة باحترافية، وده طبعا بيقدم لنا أفضل تبريد وبيوزع الحرارة بشكل كويس جدا. عندنا دعم كامل لكل السوكتس اللي ظاهرة على الشاشة. وعشان أقولك أكتر حاجات مفيدة، فالكولر ده هيشتغل معانا في انتل من أول الجيل الثامن لغاية ال15، وفي AMD شغال على رايزن AM4 و AM5، يعني هو شغال على كل المعالجات الموجودة حاليا تقريبا، ودي نقطة تفوق كبيرة قوي. الكولر بيجي ب6 انابيب نحاس للتبريد متوزعين على المشتت، وده يعتبر من اكبر اعداد انابيب التبريد اللي ممكن تشوفها في مبرد هوائي. هي اقصى حاجة وصلها حاليا 8، ف6 ده يعتبر رقم كبير برضو. الكولر بيجي بمروحتين للتبريد، واحدة راكبة جاهزة جواه بحجم 120 مللي. سرعة دوران المروحة دي بتوصل 3000 لفة في الدقيقة. والمروحة التانية موديل كوالا، مش عارف كوالا بقى اللي هو الحيوان ده بشكل غريب ده ولا ايه، بس هي اسمها كده. حجمها 150 مللي تقريبا، سرعتها بتوصل برضو 3000 لفة في الدقيقة. بتركب ب2 كليبس بلاستيك كده على المشتت من اي اتجاه بتختاره، سواء الجنب ده او الجنب ده. يعني التركيب بتاعها سهل ولذيذ زي ما انتوا شايفين كده. وفيها كاوتشات جلد شبه الانتي فايبريت بادز، بحيث تبقى ماسكة كويس على جسم المشتت، ما يبقاش معانا اي اهتزاز او نويز. المراوح شغالة بتقنية ال FDB اللي هي فلويد دايناميك بيرنج، ودي من افضل التقنيات المستخدمة في الدوران للموتور. بتتميز بالكفاءة العالية وعمرها الافتراضي كمان طويل. كابل التوصيل معانا 4 بن، والمروحة شغالة بنظام ال BWM. معدل الضوضاء في المروحة الواحدة بيوصل 45 dB، يعني عايز اقولك الصوت واضح شويتين بس مش مزعج اوفر، يعني يعدي. الكولر اللي معانا بيجي بواحدة من أكبر الشاشات الديجيتال اللي ممكن تشوفها في اير كولر، TFT سكرين حجمها 2.83 انش، بيتعرض من خلالها تفاصيل زي الحرارة والاستهلاك. كمان بتعرض صور متحركة ليها انيميشن مميز كده، شكلها حلو والإضاءة بتاعتها واضحة وكويسة جدا. الفريم بتاع الشاشة كمان بينور RGB بالكامل، وكل الحاجات دي بنتحكم فيها وبنختارها من الابليكيشن. نقدر ننزله من على الموقع الرسمي الزاي. الواجهة بتاعته بسيطة وسهل قوي في الاستخدام، كمان سريع، يعني هتلاقيه شغال معاك زي الفل، ما فيهوش اي لاج. قاعدة البلوك معمولة من مواد ناعمة عشان ما يحصلش التصاق للمعالج في جسم المشتت. حجمها كويس قوي وهتغطي اغلب المعالجات مرتاح. ابعاد الكولر 149 في 142 في 163 مللي. الحجم بتاعه ضخم طبعا، يعني ده من اكبر المبردات الهوائيه اللي ممكن تشوفها، فلازم تخلي بالك ان الكيسه بتاعتك تدعمه عشان الباب يقفل معاك. الوزن طبعا تقيل برضه، وده راجع للماتيريال المحترم. وزن الكولر حوالي 1365 جرام تقريبا. بيجي مع المتعلقات سيرمال بيست من نوع T10، ادائها ممتاز وعملنا بيها الاختبارات. واضح برضه ان المعجون في الشركه دي كويس قوي.
كمان بنلاقي مفك شقي هينفعنا في التركيب. عايز اقولك المفك ده مميز، يعني ليه اتجاهين كده، صليبة وعادة بتبدل ما بينهم. اليد بتاعته كاوتش متينة زي ما انتوا شايفين، وكمان طويل يعني هيجيب معاك الحتت البعيدة. خاماته عالية قوي ووزنه تقيل، فاضافة حلوة جدا بصراحة. كل البراكتس للسوكتس المدعومة بتيجي في أكياس منفصلة، ومن أحسن الحاجات كمان إن القطعة الخلفية للبوردة معمولة من الحديد بحيث تتحمل. التركيب بشكل عام سهل جدا، مش هتحتاج حتى تبص في الكتالوج. معانا ضمان من إلزاي لمدة سنة، ودي فترة مش كبيرة قوي بس شغال يعني. سعر الكولر في الأسواق $130، يعني حوالي 6750 جنيه تقريبا، ومتوقع تغير في الأسعار حسب ظروف العملة في كل بلد. جهاز التجربة والاختبارات بالمواصفات الظاهرة على الشاشة، والتجربة كانت في حرارة الغرفة العادية بدون أي تكييف ومع كيسة مقفولة. عملنا اختبارات ببرامج ضغط زي السينا بنش 23 و 24. كمان عملنا ببرنامج انتل الرسمي اكستريم يوتيليتي، بالإضافة طبعا للاختبارات الأساسية زي الجيمز والإنكودينج بأكتر من برنامج، بحيث التجربة بتاعتنا تكون متكاملة. الكولر ده بصراحة يعني أنا محتار أصنفه إزاي. الأداء اللي عمله بصراحة يوازي كولارات مائية 360 وكولارات احترافية كمان، يعني مش أي كلام. بالشكل ده احنا هنحطه مع التوب 5 اير كولرز. ازاي أبدعت بصراحة. أنا مستغرب جدا إن براند زي ده مش واخد ماركتينج ولا شهرة كفاية، يعني أغلب الناس ما تعرفش الشركة دي أصلا، يعني زي شهاب كومبي وكده. يعني هنعمل إيه بس، تعالى جنب أخوك يا حبيبي. مبدئيا في عالم الكولارات الهوائية، لو عايز حاجة بشاشة كبيرة زي دي مش هتلاقي تقريبا منافسة تذكر خالص. 80% من الموجود هتلاقي شاشات ديجيتال، يعني ارقام وقرايات بس. لكن انك تلاقي سكرين 2.83 انش بالحجم ده والمنظر ده فتقريبا مفيش، او الاختيارات محدودة جدا. الرام كليرنس موجودة بس مش افضل حاجة، هي تمام للرامات الصغيرة وهتبقى زي الفل، بس لو رامة كبيرة هتضطر ترفع المروحة شوية لفوق، لكن الجسم الحديد نفسه لا، متراعي فيه الموضوع ده جدا. الكولر ده مميز قوي لفئة ال 250 واط مع تردد 5 جيجا هرتز، وال 270 واط مع تردد 4.5 جيجا هرتز تقريبا، فهنروح لتحت التمانينات مع معالج زي الالترا 7 265 كي، ودي نتيجة عظيمة جدا. لو بتجمع هاي اند او حتى فلاج شيب وما بتحبش الكولارات المائية وعايز حاجة تعتبر من التوب 5 اير كولرز حرفيا، يبقى فيها شاشة وحركات وانيميشن وكده، يبقى الاي 600 برو من إلزاي. ده اختيار في الجون، اوبشن عظيم قوي لازم تخليه في اولوياتك. ترشيح شهابي اكيد.